تعالوا حتى نسوي لكم باكة كلش هواية معدلة. نحتاج إلى بصل، وأكيد نحتاج إلى سمن بلدي أو نباتي بكيفكم. بعدين هنا عندنا الباكة مالت الخروف منظفة كلش زين، راح أبدأ أخليها بالجدرية، أخليها تحمس كلش زين وأرجع لكم. هسه بهاي الشكل قاعدة تحمس عندي وتاخذ اللون مالتها كلش هواية معدل. أريد هذا الإحمرار مثل المقسب يصير عندي تمام. بعدين هنا راح أضيف هيل، وضفنا المسمار، ونضيف دارسين وبصرة، ونضيف عندنا الثوم. اوكي، ضروري اضافه الثوم. بعدين بهالشكل هذا راح نبدي نشيل الزفره من فوق على مود تصير عندي معدله. وبعد ما شلنا الزفره بدات تفور، وشوفوا شلون لونها، عبالك حليب لان كلش هوايه طيبه. هذه تقدرون تسوونها بهالترتيب هذا بدون اي نكهه بهارات ما تحبونها، فقط بهالشكل هذا. هاي هنا من الدهن صارت لونها اصفر، تعرفون هي هم دسمه واحنا ضفنا لها دهن فصارت كلش مرتبه. يعني دائما دسامتها تكون اقل من العجل. وهذا شكل النهائي، وسهمكم الف عافيه.